السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعات قناة يوميات ووصفات مصطفى الغاليات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم مهم بزاف. غادي نحضر معكم صابلي مزيان بالشوكولات بعجينة وحدة سحرية وهشة. غادي نخرجوا منها اكثر من 4 ديال الاشكال، بريستيج وراقية. خليكم معايا باش تشوفوا اسرار النجاح ديال الصابلي وكيفاش تنوعي في المائدة ديالك باقل مجهود. هنا كما كتشوفوا راني كنت صاوبت الصابلي وريشبون. دابا في هذا الفيديو غنحط لكم صابلي فقط باش ما يجيش الفيديو طويل. هنا خديت نص كيلو ديال الزبده البلديه، الزبده البلديه د العبار العاديه. ضفت عليها شويه ديال الملحه لتعديل الذوق، وجوج كؤوس ديال سنيده حبيبات كنخلطوهم مزيان. انا اول مره كنصاوب صابلي بالزبده البلديه، دائما كنديرها بالزبده ديال الزبده اللي كتباع ديال التوريق والصابلي. المهم انا عجباتني، ما كانش كيسحابني غادي تصدق، ولكن عجبتني هكا وجا لذيذ احسن من الاخر اللي كنديرو ديال الزبده اخرى ماشي صحيه. المهم ضفت عليها هنا اللوز مطحون ومغربل وجوج كيسان ديال الزيت صافي. وكنضيف البيض. هنا انا ضفت 4 ديال البيضات. يمكن لكم ديروا نصف المقادير، الا درتو نصف المقادير غادي ديروا 4 ديال الزبده، كاس سنيده، كاس الزيت وجوج بيضات صافي. بقيت كنضيف الطحين شويه بشويه. العجينه ديال الصابلي ما خصهاش تكون خفيفه بزاف، الا كانت خفيفه ملي كديروها في الفران كديفورما، ما كتبقاش الشكل ديالها كما هو وما كتعطيكمش الكميه بزاف. اما هي خصها تكون قاصحه في العجينه. هي راه فيها الزبده، ملي كتدلك راه كتولي لينه وكتبقاي تجمعيها في العجينه، ماشي كتدلكيها، غير كتبقاي بحال كترمليها وصافي باش كتشي. هي ما خصهاش تدلك، ما كتدلكش، خدمي غير هكا بصبعانك. وما تنساوش الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا العجينة راه مازال خفيفة بزاف ونقصت النصف ديال الكمية. هاد النصف هذا درت فيه النكهة ديال الفرامبواز، كيجي المذاق ديال الصابلي في الحقيقة بفرامبواز كيجي زوين. صافي بقيت كنضيف الدقيق تدريجيا حتى عصلت على العجينة كما بغيتها. ها هي صافي درتها في بلاستيك ودرتها في الثلاجة ترتاح. عاوتاني النصف الثاني ديال العجين حتى هو غادي نزيد عليه نكهه واحده اخرى. كتزيدوا النكهه على حساب الاختيار ديالكم. هنا درت النكهه ديال البيستاش، وغير هاد النكهات كيبدلوا المذاق ديال الصابلي وحتى اللون ديال الصابلي ما كيكونش نفس اللون، لا قبل ما يطيب ولا من بعد ما كيطيب كيكون اللون مختلف والنكهه مختلفه. صافي كنبقى نزيد الطحين تدريجيا. هي في الحقيقه العجينه في هذا الاناء هذا ما مرتاحاش، الكسعه احسن. داكشي باش راني قلبتها في الكسعه وهنيت راسي. ما تنساوش تضغطوا على لايك الا عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناه باش يوصل لكم كل جديد. انا القناه راني عاد بديت، شجعونا بالتفاعل ديالكم بالتعليقات والجيم واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. المهم هنا العجينه راني ساليتها. هنا دلكتها بالدلاك في بلاستيك غذائي، كيكون بلاستيك من الفوق ومن التحت، راكم عارفين كيفاش كيتدلك صابلي. صافي كنحطو في الصينيه د الفرن بعد ما فرشت عليها ورق الطبخ. هاد الرشمه هادي الحجم ديالها صغير، كيجي الكاطو الحجم ديالو صغير وزوين في الشكل ديالو، مع الزواقه اللي غادي نحط عليها ديال الشكلاط كيجيو متواتين بزاف.
المهم هنا صابلي راه درت رشمات مختلفين كما كتشوفوا. وهنا راني ذوبت الشوكولات في حمام مريم صافي، وكنبدا نديرو في هاد القوالب. بالنسبه للكاطو ديال صابلي كيطيب في الفران تكون العافيه ديالو قليله، القزيره تكون ثقيله، وتنقصوه مزيان باش كيطيب على خاطرو ويجي اللون ديالو مذهب. هاد الكاطو اللي كيبان معكم دابا راه بالنكهه ديال الفرامبواز، كيجي اللون ديالو وردي مختلف اللون ديالو على الاخر. المهم هنا صافي بقيت كنشكل بهذه الطريقه هذه، وكنحطهم في الثلاجه واخا الحال بارد. حطيتهم في الثلاجه كيجي فيهم واحد اللون، كيعطيهم واحد البغيون ماشي بحال اللي ما كيكونش في الثلاجه. وكتسربي صافي كنحط هذه كنوجد عاوتاني ندير بالشوكولاط الابيض. ولما كان سالي التشكيل ديالها كنجبد الاخرى كنلقى صافي شدات راسها وكنبدل. بالنسبه للشكل اللي قطعته دوائر، حتى القوالب درتهم على شكل دوائر هكا وخاويين من الوسط. هنا اختاريت ندير معاه الشوكولاط الابيض. دائما سبحان الله فوق ما كندير هاد الكاطو الدائري كندير ليه الشوكولاط الابيض، كيعجبني هكا. وحتى داك الاخضر دابا اللي درت في الشوكولاط الاسود فوق ما نصاوب هذاك الشكل كنديرو بالاسود، او لا كنديرو مخلط فيه الاسود والابيض. هذا الاول راه صافي شد راسو، صافي كنحيدو من القالب وكنعاود نشكل واحد اخر. نفس الرشمه كنعاود نشكلها حتى كنسالي الكميه اللي بغيت. هنا عاوتاني ديال الشوكولاط الابيض حتى هو راه وجد. في مقله درت 2 كيسان ديال سنيده حبيبات. العافيه كي خصها تكون مهيله، ويبقى كيذوب هذاك السكر باش نصاوب كراميل. كتبقاي تحركي المقله بلا ما تبداي تحركي بالمغرفه من الاول، غير المقله كتبداي تحركيها شويه بشويه حتى كيبان لك صافي راه بدا كيذوب مزيان من الجناب. عاد كنخلطو بمغرفه خشبيه من الاحسن باش ما كتضيع لكمش المقله ما تخبش. صافي هنا ما خصكمش تخليوه يتحرق، مجرد ما كيذوب مزيان وكتحسوا بان سنيده دابت هنا غنضيف الزبده. هنا تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده. مجرد ما كتحطوها مع داك السنيده كتكون سخونه صافي كيبقى كيذوب. على ما يذوب انا خديت كاس ديال الحليب وحطيته فوق البوطاي سخون. كنحركو مزيان هذيك الزبده، ما تحيدوش يديكم من التحريك باش ما يتحرق لكمش كراميل وباش ما يتحببش. وحتى الا تحبب ماشي مشكل، بقاش طريقه فاش كيتحبب فاش كنديروا الحليب. المهم كتبقاو تضيفوا الحليب شويه بشويه، بعدوا وجهكم باش ما يطرش عليكم شي حاجه كيكون سخون بزاف. السكر راكم عارفين، اللهم اجرنا من النار يا رب. احنا دابا في العشر الاواخر من شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك يا رب العالمين. اللهم ادخلنا جنتك برحمتك وتقبل منا. اللهم كما بلغتنا رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر. هنا كما كتشوفوا درت الشوكولاط الابيض. هذا راه الشوكولاط السمك ديالو عريض، كيبان بحال قوي ولكن هو راه السمك ديالو عريض. كنكثر فيه الشوكولاط الابيض لحقاش غادي نلصق به. صافي هنا خويته في واحد الاناء كضربيه بالضراب الكهربائي وشوفوا اللون كي كيتبدل. راه كان فيه الفراتت كان فيه حبيبات كون صفيتو غادي تحيدو، ولكن لا، كنضربو بالضراب الكهربائي وشوفوا النتيجه كيفاش كيجي رائع. كيصلح الكيكات، كيصلح الحلويات. انا ولادي كيعجبهم هكا كيديروه مع الخبز ولا مع الحرشه، كيجي زوين في اي حاجه درتوها. داك الشوكولات كيعطيه واحد المذاق زوين وهذيك الزبده كيكون زوين. هنا المهم الحلوه اللي راني ساليت غادي نبدا التلصيق ديالها. انا درت معكم اشكال بسيطه وعاديه وفي متناول الجميع، ماشي شي حاجه صعيبه. هذا اللي في البواطه راه بالنكهه الفرامبواز، وهذا اللي في التبصيل بالنكهه ديال البيستاج، هو اللي في هذا الجبانه هذا اللي مربع.
وهذا خلاص لي صاوبت صغير كيجي زوين المنظر ديالو. المهم الكراميل هنا راه باقي سخون مازال ما بردش، ملي كيبرد راه كيولي قاصح. راه فاش كنت كنلصق في المرحله الثانيه راني كنت صافي كنسخنو عاد نخدم به. تاخدي الحلوه كدهنيها بالكراميل وتحطي عليها داك الشكل ديال الشوكولاط اللي صوبتي لها. ساهل كياخذش الوقت بزاف. الا بغيتي يجيك الشغل ساهل، واحد النهار صوبي صابلي الكاطو هذا وندهنوه بالكراميل ونسقوا له هاد الشوكولاته. هذا هو الكراميل ديالنا. وها هي هذه غادي نلصق ليها الشوكولا حتى تصدق لها على هاد الشكل هذا، تولي لها هكا. وها هي هذه الاخرى. كما قلت بانه كتصاوبي الصابلي في واحد النهار وتصاوبي هذوك القوالب ديال الشوكولات كتعمريهم بالشوكولاته وتقاديه، ولا غدليه كتبداي تصاوبي الكراميل ديالك وتلصقيه. كيجي الشغل ساهل ما كياخذش بزاف ديال الوقت باش كيبقى لك الوقت ديري حوايج اخرين. ايوا نتوما كما كتشوفوا بنتي راه كتعاوني. ايوا صافي دابا حنا سالينا الشكل هذا ديال الشوكولاط الاسود وغادي ندوزو لهذا لي دوائر كيتواتى معاه هذا ديال الشوكولاط الابيض. نفس الطريقه كندهنوه بالكراميل، ومن الاحسن الوسط يكون فيه الكراميل بزاف باش ملي كتحطوا الشوكولاط كيبقى الكراميل في الوسط. وكنزيدو عليه هاد الشوكولا فيرنيسيل. كثر بزاف من الدعاء ديال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دابا ليله القدر كتكون في هاد العشر الاواخر، ما عرفناش فوقاش غتكون، ولكن الواحد يكثر هاد الايام اللي بقات. الله يجعلنا من الناس اللي يبلغوا ليله القدر وينالوا الثواب ديالها، وها خير من 1000 شهر. ليله القدر خير من 1000 شهر. صافي هنا بنتي صافي راه عيات سالات شغلها مشات. المهم كندهن الحلوى بالكراميل في دقه واحده باش كيجي ساهل. صافي كتحطي الشوكولاط هكا كيجيك طريقه اسهل ما تبقاي وحده بوحده. صافي غتهزي الشوكولا فيغنيسيل وتبقاي ديريها الوسط. سهله. هي رجعات كتكمل عاوتاني. هذا الشكل اللي تصاوبته بالنكهه ديال البيستاش بدلت ليه الشكل ديال الزواقه. الشوكولاط الابيض هو نفسه، ولكن القالب مغاير كما كتشوفوا مبدل على الاخر. هو الشكل ديالو صغر من الدوره ديال الشوكولاط صغر من الاخر. داكشي باش كندهن الحبه ديال الحلوى كامله بالكراميل، وكيبقى الجوانب ما فيهم حتى شي حاجه، فيها غير الكراميل. كنزيد عليها داك الشوكولا فيغنيسيل ديال الشوكولاط كيجي زوين. بغيتي تزيدو تزينوها من الوسط بشي حاجه اخرى زينوها، انا خليتها هكاك. شي وحدين اللي في الاخر راني دابا تشوفوا معايا زدت عليهم داك الحبيبات الصفر الذهبيين جاو زوينين. غير هكا راه كافي. المهم انا ما زوقتش معكم الصابلي كامل، راه مازال عندي كميه اخرى ديال الصابلي مازال ما زوقتهاش، باغا نزوقها بطرق مختلفه. الا بقى لي الوقت دابا نحطها معكم، ما بقاليش الوقت ماشي مشكل نحطوه في مره اخرى ان شاء الله. انا خلاص ريشبون دابا نحط لكم الفيديو ديالها كتجي زوينه وهشيشه. جات من اروع ما يكون، لا ديال الشوكولاط ولا الاخرى ديال المربى، جات حتى هي زوينه. ان شاء الله الا كتب اليوم ولا غدا نحط لكم الفيديو ديال ريشبوند. وبسلامه عليكم وتبقاو على خير. ما تنساوش الدعاء عند الافطار، وما تنساوش الدعاء ديال ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات اللي صاوبت معكم. واحد الشكل كما تشوفوا راه درت له شوكولاته الكحل ولكن بشكل مختلف. هذا
راه شكل واحد اخر. وهكذا كنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بكل جديد. كما كتشوفوا كانت هذه هي وصفتنا ديال اليوم. حاولت نشارك معكم افكار بسيطه باش تنوعوا المائده ديالكم باقل مجهود، وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه ولو بالقليل. ما تنساوش تشجعوني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم باش تعم الفائده. شكرا لكم بزاف على الدعم المستمر، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده مع مصطفى. هنا كما شفتوا هذا الصابلي اللي صاوبت بالشوكولاط برشمه كبيره كحله زينته بالذهبي، واللي برشمه صغيره بالفضي. وهذا هو الشكل النهائي، وبالصحه والراحه.